السلام عليكم. بعد نهاية المباراة معنا حارس الفريق الوطني ياسين بونو. ياسين، هنيئا، انتصار مستحق. ما كان الماتش سهل اليوم، تضيع مجموعة من الفرص امام المنتخب تراجع دفاعيا. كيف شفتي انت المردود العام ديال الفريق الوطني اليوم؟ وكيفاش يعني الخصم ما كانش سهل، فاحترمنا كثير، رجع اللور، ولكن احنا ما تسرعناش، فخدينا الوقت ديالنا، هاجمنا بواحد الطريقه يعني ممتازه وخلقنا فرص والحمد لله جانا الهدف. ومن بعد ملي كنا كنرجعوا شويه اللور فكنا في مستوى كبير، فكنا بيان كومباكت. كنبغي نهني كاع الدراري. بالتالي واحد من العناصر المجربه للفريق الوطني. كثرت التغييرات في الفتره الاخيره، شفنا على انه ذاك الانسجام بدا كيرجع للفريق الوطني. كيفاش غتعاملوا مع المباراه الثالثه، علما انه الاهم بالنسبه لكم هو تصدر هذه المجموعه باش الباركور يكون ربما اسهل؟ الواحد حنا كنفكروا مباراه بمباراه، كاع المباريات كنتعاملوا معها بجديه وكنحاولوا باش نفوزوا بها. دابا المباراه ديال هايتي جايه ان شاء الله، غادي نواجهوها بنفس الروح وبنفس يعني بنفس العقليه، ان شاء الله يكون الخير. سينا قبيله شديتي شويه في الرجل، ياك لاباس بعدا؟ امور بخير بعدا؟ الحمد لله الحمد لله شويه، شكرا. تبارك الله عليك ياسين بونو. كان معنا ياسين بونو. معنا نجم المباراة، أفضل لاعب في مباراة المغرب واسكتلندا، اسماعيل الصباري. اسماعيل، تبارك الله عليك، ماشي من السهل تسجيل جوج ديال الأهداف في كأس العالم، جوج ديال المباريات، انتصار مهم أمام اسكتلندا. كل هذا الشيء مهم بالنسبة لكم في تدبيركم لكأس العالم هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. فرحان من الجوج بيوت، ولكن اللي فرحان كثار هو عندنا 4 بوان، وعندنا دابا لي بوسيبيليتي باش نزيدوا البروشان راوند، ولكن باقي لنا ماتش واحد وهذاك باغي نغلبوا. اسماعيل، ربما الجمهور تيق فيكم اكثر ماتش مورا ماتش، المستوى غادي كيتطور، وربما الحاجه اللي كتشتغلوا عليها هي دوك لي زوكازيون اللي كيضيعوا قدام الشبكه. كيفاش غتعاملوا معها قبل المباريات، سورتو غنلعبوا قدام فريق كبر ان شاء الله في الادوار المقبله في كاس العالم؟ واد عندك الصح، راه كسنا نقتلوا الماتش، ما درناش اليوم، ولكن واخا ما قتلناش الماتش قدروا الناس يشوفوا راه تقتلنا في الاخر، واخا كانوا هما كيعطيو لي لونغ بالون، تقتلنا حتى الاخر. دابا الحمد لله جبنا مازال غتزيدوا تقاتلوا في كاس العالم؟ ضروري، هذيك هي الكاس العالم، سك تقتل عليها. الله يعطيكم الصحه. شكرا اسماعيل الصباري.